الواحد تعب وشيل لحد ما جه هنا، فعايزه الناس كلها تدعي لي وتدعمني. انا بادئه بقالي 7 سنين بشتغل اكل بيتي. كان عندي مطبخ صغير كده وبعمل افراح وبعمل عقائق، وربنا كرمني بعد تعب وشقه وكفاح اني طلعت بره الشارع اخد التجربه دي، والحمد لله الناس بتدعمني من اولهم. اسلام نورتني على دعمك وشكرا. وان شاء الله الحاجه تعجبك وتبقى واثق ان انت بتدعم اختك على حاجه تمام. اي حد عايز يعمل اكل هيجي هياكل في بيت اخته في مطعم اخته. انا نقله الفكره بتاعه البيت في الشارع، وكل متابعين اسلام يجوا ينوروني وليهم خصم حلو قوي وعروضات حلوه قوي. النهارده جايب لكم فيديو ملهم جدا، قصه كفاح ونجاح. بصوا احنا جايين ندعم حد جميل جدا، ست ملهمه جدا وبدات مشروعها من البيت، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله فتحت المطعم بتاعها والمشروع بتاعها، فاحنا جايين ندعمها. فدعمكم معانا وبيكم هنكمل ومن غيركم مش هنقدر نكمل. بصوا عنوانها بسيط، في ميدان لبنان. هتسال عند حلوان العبد اهوت، هتاخد الشارع ده كده لغايه لما توصل ليها. العنوان ده بقى وصلنا عند مطعم ام البنات. انت مش مضطر بقى ان انت تطلب اوردر من البيت بتاعك، لا انت ممكن تنزل المطعم. عندهم مطعم جميل جدا وعندهم ديكورات حلوه، ممكن تاخد الاسره انت واولادك تروحوا تروقوا على حالكم كده، والقعده جميله بسم الله ما شاء الله، هتتبسطوا قوي. بص احنا اول حاجه هنكلمكم عنها الوجبات، بتبدا من 100 جنيه. يعني كل اللي انت شايفه دوت ب 100 جنيه مع الطحينه ومع السلطه بتاعتها، والوجبه ديت سعرها 150 جنيه. طبعا الاكل بيتي وكل حاجه عاملاها باللحمه البلدي، وسعر الوجبه ديت يعتبر 160 جنيه. الوجبات دي بتنزل معاها سلطه ومعاها طحينه. بص احنا جايين ندعم الشيف شيماء، فدعمكم معانا ويا ريت الناس كلها تتفاعل على الفيديو دوت، والدال على الخير كفاعله. انا عايز اقول لكم ان هي بتعمل وجبات اطعام وعقائق. وجبه الاطعام عندها شغاله طول السنه وبتبدا من 30 جنيه، زي ما قالت لي بتقلل الربح بتاعها عشان وجبه الخير تساعد هي كمان بالمجهود بتاعها. فاحنا جينا عشان ندعم الشيف شيماء. بسم الله ما شاء الله الاكل عندها شكله جميل جدا وحاجه مظبوطه والاسعار حلوه، والاكل البيتي مش مضطر ان انت تطلبه من صفحه او يجي لك البيت، لا انت ممكن تيجي المكان تتمتع وتخوض تجربه جديده، تجربه الاكل البيتي بس في مطعم. بما ان انا جاي ادعم بصراحه، فانا مش عايز ابوظ الاكل لاني انا جاي ادعمها. بص ده شكل الكفته، دي شكل الفراخ. بسم الله. حابب اقول لكم ان تتبيله الفراخ بامانه قويه جدا، وبسم الله ما شاء الله الفراخ مسكره اللهم بارك. وانت قاعد في اوبن كيتشن هتشوف الاكل بتاعك وهو بيتعمل، هتختار الاكل بتاعك هيتسوى قدامك، هينزل لك. الاسعار كويسه، التجربه حلوه، المكان جميل جدا، تجربه جديده. لو عايز تجرب اكل بيتي في مطعم تعال انت والاسره بتاعتك والاولاد وهيص على نفسكم. ودي كانت تجربتي من مطعم ام البنات من عند الشيف شيماء. كنت معاكم اسلام صبري، بحبكم في الله.